عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم العناوين. الاحتفال بعيد الاستقلال بشعار خطنا درعنا المنيع. الحرث بالجرارات بمديرية عالدقيح يساعد المزارعين والمزارعات. حملة توعية شرطية لطلاب أسمرة. في الأنباء العالمية، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إن نزع سلاح بلدها النووي حلم يقظة. اليابان تريد الانضمام إلى قيادة حلف شمال الأطلسي. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح بنفوذ صيني في قناة بنما. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أعلن مفوض مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمد تخلة بأن 24 من مايو عيد الاستقلال سيحتفى به هذا العام تحت شعار خطنا درعنا المنيع. وقال في تصريح لوكالة إرينا إن شعار هذه السنة يواكب المرحلة ويعكس بأن الشعب الإريتري ثابت كعهده الدائم على نهجه. وأوضح السفير زمدة بأن الاستعدادات جارية في الداخل والخارج منذ أشهر للاحتفال بالعيد الوطني. تساعد الجرارات التي توفرها مؤسسة الغلال والمواشي بأسعار رمزية بمديرية عالدقيح المزارعات والعائلات التي ترعى بالنساء والمزارعين في حرث مزارعهم. وأوضحت المزارعات أن توفر الجرارات حررهن من التنازل بنصف أرضهن الزراعية مقابل خدمة حرثها التي تصعب عليهن، مضيفات أن حرث مزارعهن بالجرارات في العام الماضي مكنهن من حصد محاصيل مشجعة، بتأكيد أنهن مستعدات لبذل جهود أفضل إلى جانب تلقيهن لدعم الجرارات في الحرث. عفوا. وشرح منتسب مؤسسة الغلال والمواشي الشاب تسفألم حدش بدوره بدء تأجير الجرارات منذ فبراير من العام الجاري بتكلفة 175 نقفة في الساعة بمديريات تخندع ومندفرة وحينبة وعميمة وعملية زراعة الذرة البيضاء. وأشار الشاب تسفألم في الختام إلى طلبات المزارعين المتزايدة على تلقي خدمة حرث بالجرارات التي ظلت تقدم بمديرية عالدقيح في السبع أعوام الماضية. نظمت الشرطة حملة توعية في أوساط الطلاب من 22 من مارس وحتى 8 من أبريل بالتعاون مع مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بهدف تنشئة الطلاب عبر القيم السمحة. تضمنت اجتماعات التوعية التي شارك فيها أكثر من 22 ألف طالب و104 معلم من 13 مدرسة ثانوية مصحوبة بعروض الفيديو، أسباب وأضرار المكيفات السيئة والجرائم والمخالفات، واستخدام الطرق والقضايا المرتبطة بالحوادث المرورية. وقال عضو العلاقات العامة في شرطة إريتريا الرائد نرآيو تخلة في مراسم الاختتام إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تجنيب الطلاب الجرائم والمخالفات والاستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة لهم. من جانبه أوضح مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلايهاب تجابر أن الجرائم والمخالفات في انخفاض نتيجة أنشطة التوعية التي تقوم بها الشرطة، داعيا الأسر لمناقشة محاضرات الشرطة في المنزل. وذكر قائد شرطة إريتريا العقيد محاري تجاي أهمية التوعية المقدمة وشرح الوسائل التي يتوجب على الطلاب اتباعها ليكونوا مواطنين صالحين. وأشار مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بأن حملة التوعية ستستمر في مديريات بريخ وقال النفحي وسرجقة. دعا مسؤول قسم الأمراض الباطنية في مستشفى حليبة المرجعية الدكتور سلومون سرقة المجتمع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية ومكافحة مرض اليرقان من نوع B و C لتشابه انتقاله مع فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. وقال إن أمراض التهاب الكبد B و C هو التهاب كبد مزمن ينتقل عن طريق الأشياء الحادة الملوثة بالدم والمعدات الطبية غير المعقمة وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل والأمراض المنقولة جنسيا، ويجب على المواطنين فهم ذلك جيدا والمساهمة في مكافحته.
تشير وثائق منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل 2.2 مليون حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد في جميع أنحاء العالم، و1.3 مليون حالة وفاة في عام 2022. وأفادت سجلات مستشفى حليبة المرجعية الذي يضم 17 طبيبا بينهم 4 طبيبات بأن إجمالي عدد المرضى الذين تلقوا رعاية طبية بلغ 99,216 في عام 2024، وشملت الأمراض الشائعة في العام الماضي التهابات الجهاز الهضمي والأمعاء الدقيقة، والتهابات المسالك البولية، والالتهاب الرئوي في الجهاز التنفسي السفلي، ومشاكل المفاصل. نظم بنك الدم الوطني بالتعاون مع هيئة مراقبة الأدوية والأغذية بوزارة الصحة في 9 أبريل منتدى حول مراقبة وضمان الدم الذي يتم جمعه. وأفاد المدير الطبي لخدمة بنك الدم الوطني في كلمته التي ألقاها في المنتدى الذي حضره كبار مسؤولو أقسام وفروع وزارة الصحة وممثلو الكادر الطبي بالأقاليم الدكتور يوهانس تخسته أنه تم إدخال أنظمة تختص في مراقبة وضمان جودة الدم الذي يجمع من المتبرعين. وقدمت بالمناسبة أوراق عمل تناولت مفاهيم ضمان جودة الدم العلمية والآثار الجانبية المتلازمة للدم ونقله وسبل إدارته، بالإضافة إلى الترابط العملي بين خدمات بنك الدم الوطني وهيئة مراقبة الأدوية والأغذية. وقدم المشاركون مقترحات وآراء بعد مناقشة الأوراق التشاورية. وأشاد مدير هيئة مراقبة الأدوية والأغذية السيد إياسو بهتا في كلمته مبادرات ضمان جودة الدم الذي يتم جمعه، مذكرا الأخصائيين والكادر الطبي بشكل عام بتعزيز دورهم حيال ذلك. تشير وثائق بنك الدم الوطني الذي تأسس في العام 1999 إلى أن جهود توفير الدم كما ونوعا تشهد نموا ملحوظا، حيث ارتفع معدل خدمات توفير الدم المطلوبة للرعاية الطبية بنسبة 48.5% من عام 2020 حتى عام 2024. كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، انتقدت شقيقة كيم جونغ أون النافذة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، قائلة إن هذه الفكرة مجرد حلم يقظة. وتأتي تصريحاتها بعدما أصدر كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بيانا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي أعادوا فيه تأكيد التزامهم الثابت بنزع السلاح النووي بشكل كامل من الدولة المعزولة. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قالت شقيقة الحاكم كيم جونغ أون إن أي نقاش لإقناع الشمال بالتخلي عن أسلحته النووية ليس سوى حلم يقظة لن يتحقق أبدا. وهذا البيان هو الثاني لكيم خلال ما يزيد قليلا على شهر. أعربت اليابان عن اهتمامها بالمشاركة في قيادة حلف شمال الأطلسي الناتو في ألمانيا، وهو ما يشكل دفعة كبيرة في العلاقات مع الحلف الذي يعد أوروبيا إلى حد كبير. وأعلن وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني عن اهتمام بلاده خلال محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في طوكيو. وبعد تزويد أوكرانيا بمعدات الدفاع والدعم، تريد اليابان الآن الانضمام إلى بعثة حلف الشمال الناتو أو حلف الناتو التي تحمل اسم المساعدة الأمنية والتدريب من حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، ومقرها في قاعدة أمريكية في مدينة فيسبادان الألمانية. ولا تزال تفاصيل المهمة تخضع للنقاش، بما في ذلك إمكانية إرسال أي من الأعضاء أو من أعضاء قوة الدفاع الذاتي اليابانية، إلا أن أي تعاون ياباني ليس من المتوقع أن يشمل القتال، بما يتوافق مع تقليد طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية للحد من دور جيشها. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسس في بنما أن حكومة دونالد ترامب لن تسمح بأن تعرض الصين تشغيل القناة للخطر. وقال الوزير في خطاب ألقاه في مركز للشرطة يقع عند أحد مداخل القناة: تواجه قناة بنما تهديدات جديدة، لن تسمح الولايات المتحدة للصين أو لأي بلد آخر بتعريض تشغيل القناة أو سلامتها للخطر. أضاف هيكسس: أريد أن أكون واضحا تماما، الصين لم تبني هذه القناة، الصين لا تشغل هذه القناة ولن نستعمله
سلاحا. وأكد في كلمته وإلى جانبه رئيس بنما خوسيه راؤول أن الولايات المتحدة وبنما ستتعاونان معا لاستعادة قناة بنما من نفوذ الصين والحفاظ عليها مفتوحة أمام جميع الدول باستخدام قوة الردع لدى الجيش الأمريكي الأكثر قوة وفعالية وفتكا في العالم. بقيت درجات الحرارة العالمية عند مستويات مرتفعة تاريخيا في مارس، مما يشكل استمرارا لقرابة عامين من الحر غير المسبوق الذي يشهده الكوكب. وسجلت أوروبا خلال شهر مارس الأكثر حرا على الإطلاق وفق التقرير الشهري الصادر عن مركز كوبرنيكوس الأوروبي. وترافقت درجات الحرارة غير المسبوقة في تاريخ القارة القديمة مع هطول أمطار غزيرة كانت مستوياتها قياسية في بعض المناطق مثل إسبانيا والبرتغال، في حين شهدت مناطق أخرى شهرا جافا مثل هولندا وشمال ألمانيا. وفي مناطق أخرى حول العالم خلصت دراسات أجرتها شبكة وورلد ويدز المتخصصة إلى أن تغيير المناخ أدى إلى تفاقم موجة حر شديدة في كل أنحاء آسيا الوسطى، وغزة هطول الأمطار التي تسببت في فيضانات مميتة في الأرجنتين. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الاحتفال بعيد الاستقلال بشعار خطنا درعنا المنيع. الحرث بالجرارات بمدينة عالدقيح يساعد المزارعات والمزارعين. حملة توعية شرطية لطلاب أسنان. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إذا نزع سلاح بلدها النووي حلم يقظة. اليابان تريد الانضمام إلى قيادة حلف شمال الأطلسي. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح بنفوذ صيني في قناة بنما. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.